محاربو الصحراء وأسود الأطلس في نهائي كوت ديفوار 2023. لم يستدعي مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي لاعبه سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال في التشكيلة الرسمية لمحاربي الصحراء لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار. وتقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين. وفضل بلماضي استبعاد بن رحمة لاعب ويست هام يونايتد الإنجليزي بعد إشكال وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض ابن رحمة مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطة أثارت تعليقات على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل استدعي عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر الماضي، بعدما كانت أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الشهر الماضي، وطالبت النيابة بسجنه في 18 ديسمبر لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه بمبلغ 45,000 يورو لنشره فيديو مدته 35 ثانية يدعو إلى يوم أسود على اليهود بسبب الحرب الدائرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل. وأوقف عطال ل7 مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه بقي لاعبا أساسيا مع المنتخب الجزائري حيث لعب 3 مباريات. وضمت قائمة الجزائر أيضا العديد من النجوم الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، مثل رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، إسلام سليماني لاعب كوريتيبا البرازيلي، واسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي وغيرهم. وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين، 1990 على أرضه و2019 في مصر، كما حل وصيفا مرة واحدة 1980، وثالثا مرتين 1984 و1988. وهنا القائمة النهائية لمنتخب الجزائر لكأس إفريقيا في كوت ديفوار. حراسة المرمى: أنتوني مندريا لاعب كان الفرنسي، رايس بولحي لاعب شباب بلوزداد، أسامة بن بوط لاعب اتحاد العاصمة. الدفاع: كل من يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، كيف نغيتون لاعب ميتس الفرنسي، عيسى مندي لاعب في ريال الإسباني، رامي بن سبعيني لاعب بورسيا دورتموند الألماني، أمين تغاي لاعب الترجي التونسي، أحمد توبة لاعب ليتشيا الإيطالي، زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة، ريان آيت نواري لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، ياسر العروسي لاعب شيفيلد يونايتد الإنجليزي. الوسط: رامز زروقي لاعب فينود الهولندي، نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، حوسم عوار لاعب روما الإيطالي، فارس شعيبي لاعب أنتراخيت فرانكفورت الألماني، سفيان فيغولي لاعب قارة جمرك التركي، هشام بوداوي لاعب نياس الفرنسي. الهجوم: رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، آدم وناس لاعب ليل الفرنسي، يوسف بليلي لاعب مولودية الجزائر، أمين عمور لاعب سانت غيلوز البلجيكي، أمين بويري لاعب رينا الفرنسي، إسلام سليماني لاعب كوريتيبا البرازيلي، بغداد بوجاح لاعب السد القطري. إلى وصلتي هنا ما تنسى تشاركنا رأيك في التعليقات. شكون غادي يفوز بالكاس؟ 11 لاعبا يغيبون عن قائمة منتخب المغرب في إفريقيا 2023. أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي القائمة النهائية التي ستشارك في كأس إفريقيا لكرة القدم المقررة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين في ساحل العاج، حيث كان مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله أبرز المستبعدين. وغاب عن القائمة المؤلفة من 27 لاعبا بالمجمل 11 لاعبا ممن أسهموا بقيادة المغرب ليكون أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وهم إلى جانب حمد الله، رضا التكنوتي، وجواد اليميق، وبدر بانون، وأشرف داري، وعبد الحميد صبيري، وإلياس شاعر، ويحيى جبران، وزكريا أبو خلال، ووليد شديرة، وأنس الزرواري. ويعود غياب أكثر هؤلاء بسبب تراجع أدائهم، بينما يغيب بعضهم الآخر للإصابة على غرار بخلال.
وتحدث وليد عن استدعاء لاعب بايرن ميونخ الألماني نصير مزراوي إلى اللائحة النهائية رغم إصابته في الفخذ وغيابه عن الملاعب منذ منتصف الشهر الحالي، قائلاً: استدعيت نصير لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حضوره معنا كان أمراً ضرورياً. طبيب المنتخب المغربي سافر مؤخراً إلى ميونخ، الآن لا خوف على إصابة مزراوي. وشدد على أن لا مكان للعاطفة في خياراته، بدليل أن 11 لاعباً شاركوا في مونديال قطر 2022 يغيبون في اللائحة الحالية. المهم عندي هو أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا، كاشفاً أن المنتخب سيخوض مباراة ودية وحيدة قبل النهائيات، وستكون على أرضه ضد نظيره الغنبي في 7 يناير المقبل أمام أبواب موصدة. وعن إمكانية فك عدم التوفيق الذي يلازم منتخب بلاده في معانقة المجد القاري منذ عام 1976 قال وليد: كلما اقتربت البطولة الإفريقية ابتعدنا عن التاريخ الذي أحرزنا فيه الكأس للمرة الأخيرة، لكن هذا الأمر ليس سبباً لنضع الضغوط على أنفسنا. وتابع أن الأهم أن نكون في حالة نفسية جيدة، يتعين علينا خوض غمار البطولة بثقة عالية لكي نتخطى هذا النحس. ووقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة حيث يبدأ مشواره في 17 يناير المقبل ضد تنزانيا، قبل أن يلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا في 21 و24 منه. لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023. حراس المرمى: ياسين بونو الهلال السعودي، منير المحمدي الوحدة السعودي، المهدي بن عبيد الجيش الملكي. المدافعون: أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبد الكبير عبقار الأفيس الإسباني، نايف أكرد ويست هام الإنجليزي، رومان سايس الشباب السعودي، يونس عبد الحميد رينس الفرنسي، نصير مزراوي بايرن ميونخ الألماني، يحيى عطية الله الوداد البيضاوي، شادي رياض ريال بيتيس الإسباني، محمد شيبي بيراميدز المصري. وسط الميدان: سليم أملح فالنسيا الإسباني، أمير ريتشاردسون رينس الفرنسي، أسامة العزوزي بولونيا الإيطالي، سفيان أمرابط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عز الدين أناحي وأمين حارث مارسيليا الفرنسي، بلال الخنوس غانك البلجيكي، إسماعيل صيباري أيندهوف الهولندي. المهاجمون: حكيم زياش غلط سراي التركي، طارق تيسودالي خنت البلجيكي، أيوب الكعبي أولمبياكوس اليوناني، عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيس الإسباني، أمين عدلي باير ليفركوزن الألماني، يوسف نصيري إشبيليا الإسباني، سفيان بوفل الريان القطري.